كنت دايما بسأل نفسي ايه اللي يوصل المشجع لدرجة ان هو ما يقدرش يمسك اعصابه وفجأة بنلاقيه يتنمر على لاعب. وبما اننا بنتكلم على كرة القدم فالامثلة كتير جدا زي مثلا كوليبالي، لوكاكو، فينيسيوس جونيور، دانيال الفيس، بالوتيلي، كتير جدا من بقى تشبيه للقرد او تنمر على درجة لون البشرة. وهنا بقى يجي السؤال، هو اللاعب فعلا بيبقى مسؤول عن تصرفاته اللي بتخلي الجمهور يتنمر عليه؟ اجابتي او رأيي الشخصي يعني ان لا، مش شرط اللاعب ابدا يستفز الجمهور عشان الجمهور يتنمر عليه، لان الامثله كتير جدا وبتبقى فيه بقى الجماهير اللي بتتنمر على اللاعب ده بسبب مثلا ان الاداء بتاعه سيء جدا، او هو بينتمي الى نادي ما فبالتالي بيدخل اجوان في الخصم فجمهور الخصم بيتنمر عليه، او اداؤه مميز جدا لدرجه ان المنافس اما بيجي يلعب ضده او جماهير المنافس اما بتيجي تشوفه بيلعب ضد فرقتهم بيبقوا متضايقين جدا لان فرقتهم مش قادره تعمل اي حاجه بسبب ان اللاعب ده مميز في الملعب. وزي ما قلت لك بالوتيلي مثلا في اي سي ميلان ما عملش اي حاجه غير اداؤه ما كانش افضل شيء. دانيال الفيس اما كان في برشلونه ما كانش مشكلته ابدا ان هو اداؤه جامد جدا لدرجه ان الموزه تترميله. كوليبالي في نابولي ما كانش بيعمل اي حاجه للجمهور غير بس ان اداؤه كان عظيم جدا في الفتره دي، فبالتالي كان جمهور الخصم دايما كان بيتنمر عليه. واخرهم بقى وهو بطل الحلقه النهارده وهو فينيسيوس جونيور، ولكن فينيسيوس جونيور قصته مختلفه تماما. ظالم مظلوم، انا هحكي لك الحكايه كلها وانا وانت نحكم في اخر الحلقه. ولكن معنى كلامي ده مش معناه ان انا متفق على اي تنمر يحصل ضد اي شخص في العالم او حتى لاعب، لان احنا بنتكلم دلوقتي عن كره القدم. التنمر ضد فيني بدا من اول ما راح ريال مدريد، وفي وقتها هو كان عنده 18 سنه، وبرضه ساعتها يعني كان فيني ما كانش ناضج كرويا بالشكل الكافي، كان بيفكر كتير في الكوره، وبما انه لاعب برازيلي فكان عنده الناحيه المهاريه دي كانت عاليه جدا، فاول ما كان بيستلم الكوره كان بيعوز يعمل بيها كل حاجه، وامكانياته في وقتها ما كانتش سامحه ان هو يعمل كل حاجه في الكوره، لدرجه ان هو بعد ما بيعمل الحركات الكتير اللي هو عايز يعملها كان بيتفاجئ ان هو بيلاقي نفسه والكوره بره حدود الملعب اصلا. فبدات تطلع عليه وهي اول كلمه تنمر ضد فينيسيوس جونيور، وهي فكره الحنكشه او اللعيب اللي بيحنكش في الكوره. طب وده السبب الرئيسي بقى اللي خلى الجمهور دايما يبقى ضد فينيسيوس جونيور او يتنمر عليه دايما؟ لا نهائي، الكلام ده بدأ معاه في مطلع موسم 21، وفي وقتها تم تعيين كارلوس انشيلوتي ان هو يبقى مدير فني لنادي ريال مدريد. اعتقد ومفيش حد يقدر يقول غير كده ان انشيلوتي قدر ان هو يطلع افضل نسخه لفينيسيوس جونيور اللي احنا شايفينها دلوقتي، لان هو لعيب سريع جدا، لعيب مهاري جدا، كان ينقصه بس هي فكره الفينش بتاعه، وده اللي قدر يشتغل معاه عليه انشيلوتي، وبقى دلوقتي الفينش بتاعه بقى عبقري وكمان ملوش حل. ولكن الجزئيه الوحيده اللي ما قدرش بقى يعالجها انشيلوتي في فينيسيوس جونيور وهي طريقه تعامله مع الخصم وجمهور الخصم اللي الحقيقه كانت بتبقى سيئه جدا جدا جدا. حقيقي انا واحد من الناس اللي ما بحبش اللعيبه ابدا اللي بتبتدي تستفز الجمهور، لان ايا كان بقى الجمهور بيعمل معاك ايه بيتنمر ضدك، كل ما بتلمس الكره بيصفروا عليك صفارات استهجان، لانك انت لعيب كره قدم مسؤول ومفروض تصرفك مع الموقف يبقى احسن من كده بكتير. ولاجل الامانه يعني فينيسيوس جونيور كان بيحاول يثبت لكل الناس ان هو ند قوي للجماهير في وقتها، لغايه بقى اللي جه الموقف اللي دمر العلاقه ما بين الجماهير وفينيسيوس جونيور، وهو مباراه في الدوري الاسباني عاديه جدا في الجوله ال 35 ما بين ريال مدريد وفالنسيا على ارض فالنسيا. وفي وقتها جماهير الخفافيش قررت في الدقيقه 70 ان هي تتنمر على فينيسيوس جونيور وتشبهه بالقرد، لدرجه كمان ان فينيسيوس جونيور بقى جت عليه الدقيقه 90 ما قدرش يمسك اعصابه وابتدى يرد على الجماهير بعبارات بايده. وعلى فكره في التوقيت ده فالنسيا كان كسبان ريال مدريد 1-0، ففينيسيوس جونيور كانت نفسيته او حالته النفسيه كانت متدمره، والعبارات اللي بايده دي كانت بتقول يعني ان هم خلاص قربوا ينزلوا للدرجه الثانيه، فاضطرت لعيبه فالنسيا ان هي تتخانق مع فينيسيوس وكمان المدير الفني بتاع فالنسيا. الغريب في الموضوع ده ان الحكم قرر ان هو ما يبصش للكلام ده كله ويطرد فينيسيوس جونيور في الدقيقه 98، وده الحقيقه اللي خلى جونيور يفقد صوابه تماما ويقرر ان هو يتخانق مع اي لعيب من فالنسيا، لا وكمان وهو خارج المدير الفني بتاع فالنسيا، بل كمان الحكم اما طلع له الكارت الاحمر. اللي يقهرك ويعصبك في الموضوع ده كله ان الحكم اما جه يقرر ان هو يكتب تقرير المباراه ما بصش ابدا لحادثه التنمر اللي حصلت ضد فينيسيوس جونيور من الدقيقه 70 لغايه الدقيقه 98 اللي قرر فيها الحكم ان هو يطلع البطاقه الحمراء في وش فينيسيوس. الحقيقه اللي بتبقى في مواقف كتير فينيسيوس
فينيسيوس هو اللي بيبقى بيستفز جمهور الخصم بقى باحتفالاته، بطريقة كلامه مع الجمهور. لكن بقى في مواقف كتير برضو بيبقى فيها فينيسيوس هو المظلوم، زي مثلا الحادثة اللي حصلت ما بين سيميوني وديبول ضد فينيسيوس جونيور، واللي في وقتها طلعوا هما الاتنين في مؤتمر الصحفي، والمباراة كانت ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد على ارض الاتليتي. وبتصرف ساذج جدا الحقيقة من سيميوني واللعيب بتاعه، قرروا ان هما يقولوا في المؤتمر الصحفي ان فينيسيوس جونيور مش هيقدر يعمل احتفال السامبا ضدنا على ملعبنا، لانه لو عمل كده هتحصل مشكلة كبيرة. ده اللي خلى فريق ريال مدريد كله نازل المباراة دي وعايز يدخل جون، عشان لمجرد بس ان هو اي لاعب يدخل الجون ده يروح يحتفل مع فينيسيوس برقصة السامبا. وبالتالي ده حصل، ايوه حصل، لان رودريجو فعلا دخل جون وقام رايح عند الكورنر اللي ناحية جماهير اتلتيكو مدريد، وقرروا ان هم يحتفلوا مع فينيسيوس جونيور برقصة السامبا لعيبة ريال مدريد كلها. مش شرط زي ما قلت لك ان فينيسيوس يكون مظلوم، لا ده في ساعات كتير بيبقى ظالم نفسه، برضه بالموقف اللي شفناه في الكلاسيكو ضد برشلونة ضد اللاعب جافي، اللي في وقتها اتسربت فيديوهات بتركز في المباراة على فينيسيوس جونيور وعلى وش فينيسيوس جونيور وهو بيروح للعيبة وبيضربهم من تحت لتحت وبيستفزهم برضو بالكلام من تحت لتحت، بل كمان ان هو بيشتمهم بالاسباني. مفيش حد يقدر ينكر ان فينيسيوس جونيور واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في العالم حاليا، ولكن عقليته اللي بره الملعب لازم يشتغل عليها شويتين تلاتة. ومش معنى كلامي ده ان انا موافق على قصة التنمر اللي بتحصل ضد فينيسيوس، الكلام ده بيبقى خطأ جدا، بل كمان ان انا بطلب ان الجماهير اللي بتتنمر على اي لاعب في الدنيا لازم تتعاقب بعقاب شديد. وللعلم الجماهير بتاعت فالنسيا اللي تنمرت عليه في الموقف اللي انا حكيته لك، قررت المحكمة بعد سنة من رفع القضية ان هي تحبسهم 8 شهور. والحقيقة ده افضل عقاب تقرر ان انت تديه لاي مشجع يقرر ان هو يتنمر على اي لاعب. في اخر الحلقة بحب افكرك باجابة سؤالي اللي انا جاوبتها في نص الحلقة، بس انت ممكن ما تكونش خدت بالك، ان في اوقات كتير فينيسيوس جونيور بيبقى ظالم واوقات كتير بيبقى مظلوم. عايزك في الكومنتات تقول لي فعلا فينيسيوس بعد المواقف اللي انا حكيتها لك دي كلها، ولو في مواقف انت عارفها وانا مش عارفها تقدر تقولها لي في الكومنتات، تقول لي بقى انت شايف فينيسيوس ظالم ولا مظلوم. يا رب تكون الحلقة عجبتك واكون قدرت وصلت لك كل وجهة نظري. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.